لو انه بدنا نقعد نلتفت لكل واحد بيعادينا او بكيد إلنا او بيخطط لنا، والله العظيم ما بنقدر نشرب كاسة مي مثل عالم الناس، لا بنقدر ناكل لقمة اكل مثل عالم الناس. الله يرضى عن الامام الشافعي شو قال؟ ولو ان كل كلب القمته حجرا لكان كل مثقال منه بديناري. اذا كل واحد بده يقعد يعاديني بدي اضربه بحجر، بدي يرد عليه مثل ما بيرد علي، ما بتهنأ الحياة. لذلك الله يرضى عن سماحة شيخنا، والله يا أحبابي هذا الكلام كان يعني على ما أظن ب 62 63 هيك شيء. كان سماحته يعمل الدرس بعد صلاة الجمعة ويستمر الدرس لأذان العصر لما يكون النهار قصير بالشتاء، أو عفوا بالشتاء بيكون نهار قصير صحيح. فمرة من المرات اجى سماحته بعد صلاة الجمعة والأحباب بالجامع فايرين وكذا، جماعة إسلامية بالبلد الله يصلحنا ويصلحهم طالعين فتوى مكفرين فيها سماحة الشيخ. فالأحباب جانين جنان. قعد سماحته بلش بالدرس 10 دقائق ربع ساعة، بعدين شو قال؟ قال يا ابني الله يرضى عليكم ما حدا منكم يتدخل بيني وبينه، والله يا ابني أتلذذ في قيام الليل وأنا أدعو الله لهم مو عليهم، وأنا أدعو الله لهم. الله أكبر. حدا بيتلذذ وهو عم يدعي لأعدائه لخصومه ليلي كفروه ليلي حللوا دمه؟ حدا بيتلذذ؟ سيدنا كمان الأحباش ببيروت أهدروا دمه وكفروه. درس الخميس شو قال؟ قال يا ابني أنا لا أقول تجاه ذلك إلا كما قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعادية. شو هذا الخلق ما بيتصف فيه مين ما كان إلا من طهر الله تعالى قلوبهم ونفوسهم من الأمراض الخبيثة. ليش؟ قال هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. هيك خلي نفسيتك تجاه خصومك تجاه أعدائك، لا تقابل الخصوم بخصومه، لا تقابل العداء بعداء، إياك ثم إياك، وكن دائما مع الله تبارك وتعالى ولا تلتفت إلى الآخرين.